أنني إن أردت أن أتحدث إلى صديقي في المصنع وحديثه بالألمانية فهو يرى أن الألمانية لغة خشنة تشبه صوت الماكينات. وإذا أردت أن أتحدث إلى صديق في البحر وحديثه بالإنجليزية فهي لغة تشبه أصوات الأمواج وقراصنة السفن والنصوص. وإذا أردت أن أتحدث إلى حبيبتي في إبداعها وحديثها بالفرنسية جوتا دور شوكين. وإذا أردت أن أتحدث إلى الله لا أحادثه بسوى اللغة العربية واللغة على قدر ما سأتحدث إليه. إثبات هذا الأمر كلنا نعرف. لو أنني أريد أن أخاطب مفرد مذكر في اللغة الإنجليزية أقوله إيه؟ أقوله إيه؟ يو. طب مفرد مؤنث. يو. طب مثنى. يو. طب جمع مذكر. يو. طب جمع مؤنث. كارثة. إذا اللغة الإنجليزية رغم أنها اللغة العالمية عشان نفهم برضه ليه اللغة العالمية الأولى بناء على قوة اصحابها اقتصاديا عسكريا وعلميا، لكنها هي الأضعف. أقوى منها وأفضل اللغة الفرنسية. لو أن شخص يختبئ خلف القاع ويود أن يعرف إلى من أتحدث في الفرنسية يمكنه أن يستخدم ضمائر المخاطب وإن كان في خلط بينهم في تيو وفو. في بمعنى أنت وأنت، وفو يمكن أيضا أن يكون بمعنى أنت أو أنت أو أنتما أو أنتم أو أنتن، إلا أن اللغة العربية هناك في كل مخاطب ضمير. ما بالنا ببقية القواعد اللغة العربية في جمالها. قلنا في الأول أن إحنا السماع عندنا كان الأهم. فأنا شخصيا لو أن حضراتكم ما نعرفش بعض ولا اسماء بعض، ودي من الملاحظات الجميله اللي لاحظتها في نادي السعاده انهم غير مهتمين او معتنين بالاسم ولكن بسماع الاشخاص. فانا اذكر في المرحله الابتدائيه صدقا، وكانت مدرستي الابتدائيه اول ما نروح قبل بدايه الطابور كنت بسمع يا قدس يا زهره المدائن عيوننا اليك ترحل كل يوم تعانق الكنائس القديمه وتمسح الحزن عن المساجد. أول الصبح قبل الطابور. بعدها مباشرة كانوا بيشغلوا الشيخ محمد الطوخي وهو بيقول يا أستاذ عبد الله ماشي في نور الله أدعي وأقول يا رب. ودي حاجة من الطرافة والغرابة إن مدرسة ابتدائية والدعاء فيها تبارك لي في عيالي وفي صحتي في مالي وفي كل أحوالي. لغاية كده كله كنت أنتبه تماما وكنت أسعد، وإن النور ده كان له تأثير نفسي وسمعي. لكن الجديد أو الغريب إن كانت نهاية قبل بداية طابور الصباح كانت أغنية عجيبة أوي. كانت أغنية اضحك، اللي أنا إلى الآن رغم جمال محمد ضياء الدين الملحن في هذه الأغنية العجيبة اللي أنا كنت بستغرب على الإصرار. تفتكروا الأغنية دي؟ على مقولة اضحك، يعني كان في معنى الكلام لو والدي ما ادانيش مصروف ما كانش معاه فتفة فيقول لا اضحك. يقول لو ماما مش عارف زعلانه وما عندهاش وقت تسرح لي اضحك. الثالثه بيقول له لو صاحبك يعني زعلك واداك بالبنيه في وشك اضحك. فانا كنت بستغرب على فكره الضحك، لان يعني احنا كان اهالينا بيعلمونا ان الضحك من غير سبب الادب. دماغنا كنا بنفكر في كل حاجه، كنا بنسمع. وقلنا ان الصدمه حاليا لما بنشوف اشخاص ويسمعوهم بيقولوا ايه. وضربنا مثال في مره وكانت المفاجاه ان الست ام منى قالت لي قاعد، قلت لها ان احنا بنفاجئ دلوقتي اللي بيقول اديني يا شيف حبه دلع في الرغيف عشان عشان اشبع فرحه واوفر المصاريف سطلانه. فقالت لي قاعد. فهي لم يلفتها كل اللي فات. وضربنا مثال بالنهر الخالد ومحمود حسن اسماعيل وكنا بنسمع سمعت في شطك الجميل ما قالت الريح للنخيل الى اخره. وسمعنا نزار وهو بيقول اقرأيني كي تحسي دائما بالكبرياء، اقرأيني كلما فتشت في الصحراء عن قطرة ماء، الى اخر ما بيقول اقرأيني فانا لا اكتب حزن امرأة واحدة لكني اكتب تاريخ النساء. بنقول سمعنا كان بيميزنا، ولما كان بيكون في اي شيء نشاز كان بيبقى الامر مع اختلاف مستوى المستمع. نرجع تاني بالنسبه للغه العربيه. انا اعتذرت للحاج حسني قلت له نخليه موضوع تاني لان المستمعين ربما ان هم يملوا من هذا الامر فنغير الموضوع. فسالت صديق اخر هو الاستاذ علاء عبد الوهاب
والاستاذ علاء عبد الوهاب من طرافه الاشياء وعدم وجوده معانا بمناسبه الاسماء دايما بينتهي لي باسم تاني، وانا شخصيا بستجيب، يعني دايما بيقول لي استاذ فاروق الاسم ملفت وجميل ليا، وانا بتمنى دايما ان هو ينادي لي باسم مختلف، احساس جميل ان احنا نحس ان احنا حد تاني، لان احنا ممكن نكون بنمثل مننا. فهو كان مقترحه ان كلامنا يكون عن الشخصيه. احنا اتكلمنا عن الشخصيه، ولكن الاستاذ علاء نفس القدر من الاهتمام الذي تمنحه لطعامك لمظهرك، لا شك انك ستكون اكثر جاذبيه وجمال. ورفعنا 3 عناوين، 3 لافتات. اول لافته كانت بتقول دع خارجك يعكس داخلك، دع خارجك يعكس داخلك. واذا تذكرنا مقوله مثل انجليزي بيقول ليست كل امراه جميله طيبه، ولكن كل امراه طيبه جميله. فبنقول ان داخل الانسان ينعكس على مظهره. كان في عنوان تاني او لافته اخرى كان بيقول كن ذاتك لا تكن شخصا اخر. ونوهنا على ان كتير من شبابنا شغوف بلاعبي الكوره والممثلين والمطربين، الا انه لا ينتبه الى ان كل هذه الاشخاص هي شخصيات مصنوعه مدعومه بفرق عمل، اللي بتجد ان انت ليس في الصوره التامه فليتم التحديد، اللي ودنه مش عارف عاليه سنه الى اخر هذا الكلام، تعديل في خلق الله او رغبه في ان يكون اشخاص ملفتين. لكن علينا ان نرضى بما نحن فيه، وان بحثنا عن نقص في انفسنا نعدل هذا النقص. في اللافته الثالثه اللي هي مدخلنا ان شاء الله لكلامنا النهارده بيقول لنا هل انت سعيد باختلافك؟ هل انت سعيد انك مختلف عن الاخرين؟ صلى الله عليه وسلم. لو بنخترق من مضمون السعاده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصبح منكم امنا في سره، وقلنا سره يعني نفسه، يعني بيته، يعني وطنه، معافى في جسده، ما عندوش مرض، عنده قوت يومه فكان محيزه الدنيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى المرء سعادة ان يوثق به في دينه ودنياه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 من السعاده: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع. وانتبهنا هنا ان ليس المقصود المسكن الواسع سعة امطار، فربما ان اشخاص حتى نوهنا ان احنا في دعاء الوضوء بنقول اغفر لي ذنبي، او بنقول وسع لي في داري. اذا الاتساع يقصد به شعورنا واحساسنا بالارتياح. فاحنا قلنا اولا المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الحنيف. وفهمنا ان المركب الحنيف كان في سابق كانت الدابه، لكن الان يمكن ان تكون السياره والطائره والذاكره الى اخره. وعرفنا ان من مقومات السعاده فمستحيل ان اكون في تمام السعاده وانا لا اجد ما يسد احتياجاتي واحتياجات من اعول. الثالثه هي الاهم اللي انا بشوف فيها ان هي منتهى السعاده، الاهتمام. فانا أرى أن من يحبني ومن يهتم بي هو الأكثر حبا بي. ولكن ادعاء أشخاص لا تعطيني ما أستحق من اهتمام أنها تحبني إذا هي غير صادقة. الاهتمام هو منتهى الحب. وكلنا في هذه السن والسن لابد من الإحساس باهتمام الآخر أيا كان هذا الآخر. بعضنا بيذهب إلى الأماكن على وجه التحديد رغم أن هذا الأمر يمكن أن يكون عمل لمن يهتم به، سواء بروح مقهى او بذهب لاي مكان واجد ان الشخص يعني يقابلني بترحاب، يبتسم، يولي لي شيء من الاهتمام، ربما ان يكون هذا عمله ولكني في ذاتي احبه. يبقى احنا قلنا الصحه والمال والاهتمام، بنقول الامل فيما هو قادم، حسن الظن بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزه انا عندي ظن عبدي لي، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. إذا السعادة لها مقومات زي ما قلنا. أخيرا احنا قلنا الأمل في قادم ودوام هذه النعم، نعمة الصحة ونعمة المال ونعمة الاهتمام إلى آخره. من الأشياء الملفتة اللي يجب علينا أن احنا ننتبه إليها في مسمى السعادة إن منظور كل واحد فينا للسعادة مختلف.
فيستحيل أن يكون ما يسعدني هو ما يسعدك. أضف إلى هذا أن السعادة مراحل محطات في قطار عمر كل واحد فينا. فسعادة الطفل بين والديه وإحساسه بالاحتواء بينهم وتلبية احتياجاته تختلف عن المراهق وإحساسه برغبة في إفراغ شهوته ولذته، غير الشاب، غير الناضج، غير من بلغ عمر زي عمري وتجاوز 60 سنين. حضرتكم موافقين؟ أنا أرجو أن يكون في مشاركة. اتفضل. حضرتك موافقة؟ موافقة على أننا بالضرورة إحساسنا بالسعادة يختلف. فلا شك أن التاجر الذي ينتظر أرباح والطبيب الذي ينتظر المرضى ليزيدوا من مكاسبه دي حالة من حالات السعادة، لكن أكيد أنها ليست كل السعادة. وأن المبتلى الذي ينتظر معافاة شكل سعادته تختلف. ويقول ابن القيم أن من السعادة من إذا أنعم الله عليه شكر، وإذا ابتلاه صبر، وإذا أذنب العبد استغفر. يقول من السعادة. أنا عايز حد يشترك معايا في الحديث وإن هو يذكر لنا وجهة نظر خاصة به في رؤيته للسعادة. اتفضل حضرتك. أكيد وجهات نظرنا تختلف، المهم إن إحنا نستشعر إن هذا الأمر يؤدي إلى إحساس داخلي بالتصالح مع الدنيا. وعكس هذا الأمر هو الشقاء، أنا أستشعر أني والدنيا في خصام، في معركة. من سمات الأستاذ محمود، من سمات المرحلة العمرية اللي بنمر بها القلق والتوتر والبطء في التعبير، علما بأن مهارة التعبير صلوا على النبي. احنا قلنا ان القص والحكي مع حضرتك يا استاذ محمود، القص والحكي مهم جدا في ايصال المعلومه، حتى ان ربنا سبحانه وتعالى جعل من السور من 114 في القران الكريم سوره القصص، وجعل في اغلب السور الحكي والقص للعبره. ففي قصه بتقول ان الاستاذه فاطمه ارسلت احد ابنائها الى حكيم ثري جدا يمتلك قصر في سبيل ان يعلمه ما السعاده. فلما تلقى هذا الحكيم اداله معلقه وحط فيها نقطه زيت وقال له ادخل القصر واتفرج وتعالى احكي لي شفت ايه. بعد ما رجع الابن عزيز الجميل قال له ما شفتش حاجه. قال له شفت المكتبه؟ قال له لا. قال له شفت التحف؟ قال له لا. فاخذ منه المعلقه وخلاه يروح مره ثانيه. لما رجع بدأ يحكي عن جمال اللوحات والألوان وقيمة التحف، كل هذه الأشياء. إذن هي نقطة الزيت اللي احنا بنحملها في سبيل سعينا للسعادة هي اللي بتؤرقنا، لأن احنا حاملين فيها الهم أن يسقط ما في هذه الملعقة من زيت. اتفضل. السعادة حاجة نسبية بقى، احنا ممكن نكون السعادة ودي تجارب أنا مريت بيها كتير. ما احنا قلنا هي محطات كل محطة وده من ضمن الخبرات الإيجابية. الإنسان يمتلك نوعين من الخبرات، الخبرة الإيجابية التي أستطيع فيها الاستفادة مما سبق فلا يتكرر الخطأ عندي. أما في أشخاص لهم خبرات كتير جدا ولكن أغلبها سلبية، لأنه بيقع في كل مرة في نفس الخطأ اللي سبق وقع فيه. على سبيل المثال وسبب السعادة حذرا أن أم من الأمهات، لو أستاذ فاطمة زعلانة إن أنا